ازيكم يا شباب؟ النهارده معانا فيديو جديد من قناه ايردروب كريبتو. النهارده معانا فيديو مهم جدا من منصه باينانس. بس قبل ما نبتدي الفيديو متنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير، ويلا بينا نبتدي على الفيديو. طب يا شباب، احنا النهارده عندنا حاجه جميله جدا من منصه باينانس ومش مكلفه تماما. انت ممكن حرفيا تستثمر على منصه باينانس مبدئيا من 10 سنت. انت متخيل انك تقدر تعمل استثمار في اي عمله انت نفسك فيها، او عمله مثلا انت متوقع انها ممكن مثلا ترفع في اي لحظه ومعكش فلوس، مثلا معاك 10 سنت بس تقدر تستثمر بيها. فيلا نشوف مع بعض ازاي هنقدر نستثمر من خلال منصة باينانس. اولا كده مبدئيا، لو انت مش مسجل في منصة باينانس هتلاقي اللينك تحت في الديسكريبشن انك تسجل في منصة باينانس، لان عليها حاجات كتير ما ينفعش يفوتك، ما ينفعش ما يكونش عندك حساب باينانس لو انت داخل في مجال العملات الرقمية. فيلا بينا نبتدي الشرح. كل اللي عليك انك ده الواجهه الرئيسيه بتاعت منصه باينانس، بتبقى طبعا على هوم، طبعا ده بالانجليزي. لو انت عايز تترجمها بالعربي تخش على الاعدادات وتحول للبرنامج للغه العربيه. تمام، بكل بساطه عندك هنا كلمه هوم او البيت، تمام، بتكون عليها. بعد كده تيجي على كلمه مور زي ما انت شايف او المزيد. هتنزل تحت هنا تدور على العلامه او الشكل اللي هقول لك عليه دلوقتي، ده حاجه اسمها ايرن او ارباح. تمام، بنفس الصوره زي ما انت شايف اللي ظاهره عندك، ده صوره الخنزير وعليه العمله اللي فوقيه دي. كل اللي عليك انك هتدوس عليها. تمام، بعد ما تدوس عليها هيقوم مدخلك على مكان الاستثمار بتاع العملات الرقميه كلها المتاحه لك زي ما انت شايف كده اهو. هتدوس نيكست على كل الحاجات اللي طلعت لك دي، وبعد كده هيظهر لك العملات اللي انت شايفها دي اهي زي ما انت شايف. انا اقول لك على تركايه جميله جدا هتستفيد منها لو انت مثلا مش عندك عمله معينه انت عارفها. طيب، ودلوقتي انا هوريك تركايه مهمه جدا تختار ازاي العمله اللي تقدر تستثمر فيها ان شاء الله ب10 سنت. طبعا انا ما بقولكش تستثمر ب10 سنت. انت لو معاك مثلا دولار، 2 دولار، 3 دولار، معاك مثلا نص دولار، يعني استثمرهم. انت كده كده مش هتحتاجهم في الوقت الحالي، ما لهمش لازمه يعتبر في المحفظه في الوقت الحالي. الله اعلم، ممكن العمله ممكن اللي انت استثمرت فيها ممكن في ثانيه ولحظه تلاقيها ضربت في السماء. بمعنى اصح ان باينانس كانت من كام شهر كانت 25,000 دولار، دلوقتي بقت 42,000 دولار. فانت بكل بساطه ممكن العمله اللي انت استثمرت فيها دي تعلى في السماء، وانت كمان هتعلى مع العمله دي. طب يا شباب، زي ما انتم شايفين هنا عندك حاجه اسمها اللو ريسك او المخاطره القليله. كل اللي عليك انك هتختار كلمه اسمها فليكسيبل. تمام، بعد ما تختار كلمه فليكسيبل اللي هي اللي فوق دي زي ما انت شايف كده، هي الكلمه اللي في النص لو باللغه العربيه مش متاكد اسمها ايه بالظبط، هتختار مهم ان هي كلمه فليكسيبل. بعد ما تختار كلمه فليكسيبل كل اللي عليك هتنزل تحت تشوف العملات المتاحه لك. عندك عملات اللي انت عندك كل العملات اللي تيجي في بالك. لو انت مثلا في عمله معينه انت عارفها، خش دوس على طول استثمر فيها من غير ما تفكر ولا من غير حتى ما تاخد وقت في الموضوع ده. كل اللي عليك انك هتدور على اكبر نسبه موجوده عندك وتستثمر فيها. تمام، شوف انت عندك هنا نسب الارباح دي، نسب الارباح بتاعت الاستثمار في العملات اللي موجوده قدامك دلوقتي دي. مثلا عندك هنا العمله دي اسمها مش عارف اسمها غريب. تمام، بيقول لك هنا الربح بتاعها 3/10 في المية الربح بتاعها. تمام، بس احنا ندور على حاجة طبعا تكون الربح بتاعها عالي شوية. طيب دلوقتي انت عندك هنا عملة اسمها NFP. العملة دي نوعا ما جديدة، تمام، لسه نازلة في منصة باينانس وعاملة ارباح يعتبر نوعا ما كويسة جدا برضو زي ما انت شايف. وعندك مثلا العملة دي اهي اللي هي ريدنت. تمام، شايف عاملة برضو ارباح ممتازة جدا زي ما انت شايف. فانت مثلا كل اللي عليك انك بكل بساطة هتروح كده على العملة تختارها. تمام، بعد كده هيدخلك على المكان اللي موجود فيه الاستثمار. طبعا بيحمل معاك اهو زي ما انتم شايفين، هيدخلك كده في القائمه اللي انت شايفها دي كده. دلوقتي بيقول لك اقل استثمار زي ما انت شايف 0.1، بمعنى اصح 0.1 معناها اللي هو 10 سنت بالسعر العمله يعني. تمام، هتقوم عامل كده مثلا. طبعا انت عشان تضيف الفلوس لازم تحول الفلوس بتاعتك. طبعا يا شباب زي ما انتم شايفين، طبعا انا اخترت العمله دي بعد ما كنا بنشوف اللي هي عمله ريدنت. انا لقيت عمله دلوقتي احسن منها بكتير اللي هي دي زي ما انت شايف. النسبة بتاعتها عالية جدا ومكتوب عليها هوت، يعني مقصرة الفترة دي او ربحها عالي الفترة دي. فنعمل ايه عشان نقدر نشترك في الاستثمار ده بكل بساطة وبسعر قليل جدا؟ كل اللي عليك انك زي ما انت شايف كده محتاج نحول فلوس اللي كانت معانا تمام للعمله دي. هنعمل ايه طيب عشان نقدر نحول فلوسنا على العمله دي او نقدر نستثمر في العمله دي دلوقتي اللي انا حبيت اختارها دي؟ بكل بساطه اسم العمله FDUSD. تمام، هنعمل ايه بكل بساطه؟ هنرجع كده تاني خالص بره على الهوم. تمام، وهنيجي على حاجه اسمها كونفيرت. تمام، هتيجي هنا كده على مور، هندور على حاجه اسمها كونفيرت او تحويل باللغه العربيه. تمام، دور معايا كده على كلمه كونفيرت. بكل بساطة هتدور على القائمة اللي هنا مكتوب عليها تريد من بره، وهتلاقي كلمة كونفيرت أو تحويل باللغة العربية. فهتيجي هنا من فوق بكل بساطة
ده بيحمل معاك طبعا عادي. هتكتب هنا فوق العملة اللي هي معاك اصلا زي ما انتم شايفين يا شباب. ادي انا اخترت اليو اس دي تي زي ما انتم شايفين اهو، لان انا معايا دولار و 43 سنت زي ما انتم شايفين. بعد كده نختار العملة اللي انا قلت لكم عليها اسمها FDUC. تمام، اكتب هنا في السيرش FDUC زي ما انت شايف، هي دي العملة اللي احنا كنا عايزين نستثمر فيها. كل اللي عليك انك هتعمل ماكس، او طبعا انت لو عايز تعمل استثمار ب10 سنت زي ما قلت لك في اول الفيديو، بكل بساطة هتعمل كده اهو 0.1 كده 10 سنت بالظبط هتقدر تستثمر بيهم. بس احنا دلوقتي عاملين ماكس عشان انا عايز استثمر بالحبه الدولارات اللي معايا دول بالظبط كده زي ما انت شايف. بعد كده هندوس على الكلمه الصفراء اللي كانت تحت، بعد كده هنعمل كونفيرت في ساعتها. موضوع سريع جدا اهو زي ما انت شايف كده العمليه نجحت. هنرجع بقى تاني للعمله او المكان اللي هنقدر نستثمر من خلاله. كل عليك انك هتيجي هنا تاني او علامه القرن دي اللي هنا. بعد كده هنرجع على العمله اللي احنا كنا هنشترك فيها في الاول خالص. طبعا احنا دلوقتي يا جماعه دخلنا على العمله اللي احنا اخترناها اهي زي ما انتم شايفين. ادي العمله اهي FDUSD اللي احنا جمعنا منها. تمام، هنروح نعمل هنا ماكس. تمام، ده طبعا المبلغ اللي انت خدته. تمام، ويوميا هيطلع لك زي ما انت شايف دي الارباح اليوميه اللي هتاخدها. طبعا لو انت حطيت $100 هتاخد طبعا ارباح بقيمه $100، حطيت 10 سنت هتاخد ارباح بقيمه 10 سنت. وطبعا حاجه لازم اقول لك عليها، لو العمله دي يعني جاء الحظ وضربت في السماء، انت طبعا في الاول في الاخر انت يعتبر استثمرت في العمله دي، فربحك طبعا هيكون لو انت مثلا كنت حاطط 10 سنت ممكن تكون $10، لو حطيت $100 ممكن تكون $1000، محدش عارف. تمام، كل عليك انك تدوس هنا ماكس زي ما انت شايف كده اهو بكل بساطه. وبعد ما عملنا كلمه ماكس زي ما انتم شايفين العدد العملات اللي انا عايز استثمرها في العمله دي، كل عليك انك هتعمل كلمه كونفيرم اللي تحت خالص دي كده اهو زي ما انت شايف اهو كده عملنا سبسكريبشن سكسسفول. تمام، بعد كده هنيجي على المحفظه بتاعتنا ونشوف دلوقتي احنا مستثمرين العمله ولا لا. هنشوف مع بعض كده. نيجي على المحفظه من تحت خالص، بعد كده نيجي على كلمه ايرن اللي فوق دي اهي زي ما انت شايف. ودلوقتي احنا كده مستثمرين في العمله دي. طبعا دي عملات تانية انا مستثمر فيها برضو. تمام، وطبعا العمله بوند دي اللي انا شرحتها في الفيديو هحط لك على الاي اللي هتطلع فوق دلوقتي دي، ده لو انت كنت لسه عايز تستلم عمله بوند مجانا. انا مستلم ال70 دول مجانا 100%. طبعا متنساش تتفرج على الفيديو. وطبعا زي ما انتم شايفين يا شباب الارباح بتظهر لك في الكلمه الصفر اللي تحت ده، ودي نسبه الارباح المفروض ان شاء الله هنقدر ناخدها من خلال العمله دي. كده احنا استثمرنا بكل بساطه. ما تضيعش، دي فرصه بسيطه ما ممكن تكون سبب في ان انت جمعت فلوس او خزنت فلوس بطريقه حلوه جدا. فيعني اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنساش تدعموني باللايك سبسكرايب وشير. ولو في حاجه انا فوتها او حاجه مش ظاهره في الشرح بتاعي يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات وانا هشرحها لكم بطريقه ابسط كمان من كده بكتير. وشكرا جدا على المشاهده يا شباب. احنا كده دلوقتي استثمرنا بالعمله، وان شاء الله كل واحد يقدر يربح من خلال الاستثمار البسيط ده. طبعا كل ما تستثمر اكتر كل ما ارباحك هتكون اكتر وهكذا. تمام، اتمنى الفيديو يكون عجبكم والسلام عليكم.